السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كده تكونوا بألف خير. عاملين ايه بقى؟ الجو خلاص برد كده، وهنعمل بقى النهارده أكلة شتوية. يعني في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، بس بصراحة أنا بحبها جدا. بحب أعملها في الشتاء، لأن في الصيف بتبقى حامية ومش حلوة طبعا. هي في الشتاء كده جميلة. أنا هعمل النهارده سبانخ. هنشوف بقى إن شاء الله كده هنعملها بطريقة حلوة ويا رب تعجبكم. وهنسلق طبعا الأول اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتغلي اهي. طبعا انا بصوا معايا اللحمه بحب احطها في الخضار قطع كبيره كده. بصوا، بصوا ما شاء الله، بسم الله. اهو بصوا، في الخضار في الفته. فبحب احطها قطع يعني كبيره كده، بصراحه بتبقى حلوه قوي. اهو. نعمل بقى شويه شوربه كده حلوين، علشان ان شاء الله كده نعمل منهم برضو شويه شوربه لسان عصفور. طبعا انا نزلت اللحمه في قلب الشوربه، بستنى عليها اما تغلي علشان بشيل كل الريم، لان الريم مش بيدينا طبعا شوربه حلوه. لازم اشيل كل الريم. هنشيل بقى الريم منها، ونحط لها كده البصلايه وشويه الفلفل بس. ولو عندك قرن فلفل اخضر زي ما قلت قبل كده وهو مقفول، حطيه في قلب الشوربه، ما تشقوش ولا اي حاجه. بجد بجد بيفرق جدا، خلي الشوربه حلوه جدا. بس انا بقى هستنى اما الريم يطلع، ان شاء الله اشيله. ان شاء الله بقى نشوف هنعمل شويه السبانخ الحلوين دول ازاي. ان شاء الله يا رب يعجبوك. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا احنا سيبنا اللحمه تتسلق. بصوا معايا هنا بقى حله كده فيها حته السمنه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا، حته السمنه كده حلوه. انا بحب اجيب السمنه واعمل واطبخ بيها كده. بحب اسيحها بصراحه، كده بتدي طعم حلو جدا للاكل وتبقى فريش كده وجميله. طبعا نحط كده حته حلوه عشان انا مقطعه بصل كتير، لان انا بحب البصل كتير في الاكل، بيخلي الاكل مسكر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى مقطعه شويه بصل حلوين بقى كده، يكون في ايه شويه السمنه الحلوين دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه، نسيب بقى البصل كده يدبل في السمنه على بال ايه معصور الطماطم. دي الطريقه الحلوه طبعا بتاعت السبانخ. طبعا وانا جبتها، بصوا بقى يا جماعه، انا ما بجيبهاش كده في يوميها، بغسلها. بجيبها في يعني قبلها بيوم اغسلها، وغسله حلوه طبعا، واسيبها تتصفى، لان السبانخ من الخضروات اللي لازم تتغسل كتير يعني. اغسلها واسيبها تتصفى واخرطها وارجع اغسلها تاني، لان طبعا احنا عارفين الورقيات ديت يبقى فيها ديدان جوه. ولازم لازم لازم الغسيل، لازم الغسيل يبقى حلو جدا. يعني لازم نهتم بغسيل السبانخ والحاجات اللي هي الورقيات دي طبعا، لان ايه، ربنا يستر كده علينا وعليكم، يبقى في ديدان ويبقى في كده، ودي حاجات مش حلوه. بجيبها بقى اغسلها واحطها تتصفى خالص، وبعد ما تتصفى احطها في كيس، لو انا مش هعملها في نفس اليوم واحطها في الفريزر. انا بصوا واقفه اهو، قطعت البصل وبجهز، لسه ما طلعتهاش. اطلعها وقت ما هاجي، وقت ما الطماطم تتسبك احطها على طول. ما ينفعش اطلعها واسيبها بره، هتنزل الميه وتلاقي الورق بتاعها كله بايظ. اسيب بقى البصل كده يتحمر في السمنه، وان شاء الله اضرب الطماطم ونرجع تاني. بصوا بقى حبايبي، البصل احمرت، مكعبين مرق خضار والطماطم، واسيبها بقى ايه تتسبك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ما بنزودش السوائل كتير، علشان انا مش هضيف لها بقى ولا رز ولا حمص ولا الكلام ده. انا باخد بالي يعني من السوائل، عشان طبعا ايه ما تبقاش عايمه في قلب الشوربه بتاعت يعني في الشوربه والصلصه وكده. باخد بالي طبعا من السوائل، ما بزودش سوائل كتير. بس انا هسيب الطماطم بقى كده تتسبك. احط لها بس ايه شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود وشويه ملح. اهو ملح برده مش كتير، عشان انا ايه بس ايه حاطه مرقه دجاج، فمش هحط ملح كتير. وشويه فلفل اسود، واسيبها بقى ايه تتسبك براحتها. بصوا حبايبي، هسيبها بقى كده تتسبك
تحمر قوي، وهسيبها بقى ايه واول ما الاقيها تتسبك اقوم مطلعه السبانخ من الفريزر، هنطلعها مع بعض ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايبي انا مطلعاها ازاي من الفريزر، شايفين؟ بصوا كتله اهي. بصوا ما طلعهاش قبلها خالص علشان ما تنزلش ميتها، تنزل ميتها هنا، انما انا ما طلعهاش قبلها. بصوا تلج. بصوا لان هي كمان بتسيح بسرعه. بصوا مسافه ما وقعت على البوتاجاز. طبعا انا هحطها بقى في الحله عشان انا طبعا هعفر معاه لان دي كتله كبيره، فعشان بس ما تبهدلش البوتاجاز هحطها في الحله ونرجع نشوفها بقى اما تنزل في الحله هي بتسيح مع نفسها. بصوا بقى انا نزلتها ازاي. طبعا بقى ايه اضيف عليها الشوربه عشان طبعا تهبط. طبعا هحاول ان انا ما احطش الشوربه كتير. بصوا اضيف عليها الشوربه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، كبشتين، واشوفها لو عايزه تاني عشان انا مش عايزه اغرقها ايه الشوربه والصلصه، علشان انا مش هضيف لها رز ولا هضيف لها حمص ولا هضيف لها اي حاجه. انا بعملها كده هي ايه بتبقى تخينه ما تستاهلش يعني. بصوا هي هتهبط كفايه عليها قوي كده وهتنزل، لان طبعا هي كده كده برده بتنزل ايه ميتها اهي. بصوا بكل سهوله طلعوها تفك في قلب الحله. بس انا هقفل عليها بقى كده هسيبها. طبعا عايزاها تسبك شويه مع الصلصه، بس انا حطيت شويه شوربه عشان ايه تهبط. بصوا بقى طبعا مخرطه ايه شويه شبت كده حلوين، بحطهم برده ايه بضيفهم عليها. طبعا هنعمل لها الطشه بتاعتها لان طبعا الطشه بتديها طعم حلو. بس هسيبها بقى كده، هسيبها كده تتسبك في الطماطم، وان شاء الله كده برده اما تخلص هنشوف بقى هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي بعمل هنا ايه طشه بالثوم عشان نحطها على السبانخ. بصوا حطيت السمنه حلوه اهي وشويه ثوم وشويه كزبره. احنا بنعملها زي الملوخيه بالظبط. انا بقى مغطيه عليها، وده الرز اهو شوربه لسان عصفور، ده الغدا بتاعنا النهارده. بس طبعا ايه انا لازم اعمل الطشه بتاعت السبانخ. اسيب بس التومه كده تتحمر، نحط لها الكزبره بعد ما تتحمر شويه. بصوا بقى احط شويه الكزبره كده اما التومه تحمر. الطشه الحلوه دي بقى اللي ريحتها كده تجيب لاخر الشارع. طبعا الاكل الحلو ايه اللي هو بتاع زمان ده، اللي ريحته بقى ايه بتحسسنا كده بروايح الشتاء وريحته جميله. هشيل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، هرشه ايه على السبانخ بسم الله. بس احلى اكل يا جماعه. بس واغطي بقى كده على نار هاديه واسيبها بقى خالص كده على ايه لما اجي اغرف، لان طبعا السبانخ ورق طبعا ايه خفيف ما بياخدش وقت. اغطي بقى عليها واسيبها كده. بصوا بقى يا حبايبي الاكل اهو خلص. ايه رايكم بقى؟ بصوا السبانخ عامله ازاي. بصوا تحفه تحفه طبعا جدا بقى وريحتها. وادي شويه الرز الاصفر بالسمنه البلدي، وادي الشوربه اهي. ايه رايكم بقى؟ يا رب بقى تكون كده الوصفه بسيطه وسهله وعجبتكم، وان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.